السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنتناول فيه إدارة فترة التزهير والعقد في أشجار المانجو. والمرة دي هنتكلم عن الجزء الثالث في هذه المرحلة، وهو مرحلة التفتح الكامل للشمراخ الزهري. زي كده، ده في مرحلة الشمراخ التزهير متفتح تفتح كامل، ويكاد يكون في بعض المبايض للازهار كمان فيها انتفاخ اهيت، فبادئ عملية العقد. لان انتوا عارفين السنة دي احنا عندنا في تفاوت كبير قوي في الاجيال. المرحلة دي يا جماعة زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان دي مرحلة الشجرة بتتعرض ليها لعملية اجهاد شديد. الاجهاد دوت بيبقى ناتج عن انها بتنفق كمية طاقة عالية لإنجاز ولإتمام بعض العمليات الحيوية داخل الشجرة، عشان خاطر تقوم بعملية أو بالمرحلة اللي هتلي المرحلة دي، وهي مرحلة التلقيح ومرحلة الإخصاب. فطبعا الإجهاد ده احنا لازم نبقى عارفين كويس جدا ان ده إجهاد خاص بالشجرة، هي الشجرة مجهدة. والدليل على كده ان حضراتكم شايفين الورق كله نايم على الساق بتاع الشجره، ده دليل على ان الشجره فعلا مجهده. فكان من المفترض او كان لزاما علينا احنا كمهندسين بنشرف على الاراضي، او اي مهندس مسؤول في مكانه في اراضي المانجا او اي شجره فاكهه في هذه المرحله، وهي مرحله الايه التفتح الكامل، اللي هي هتليها مرحله التلقيح والاخصاب. انتوا عارفين حضراتكم ان كل مرحله بتليها مرحله ورا مرحله ورا مرحله، فبالتالي الشجره ما بت ايه ما بت ما بتريحش، الاجهاد شغال باستمرار. فكان لازم علينا ان احنا كمتخصصين ان احنا ما نحملش الشجره اي انواع اجهاد اخر يكون لود اكبر عليها، تقوم في الحاله دي تغير مسارها، بدل ما تبقى هي ماشيه في مسار بناء الزهره وتكوين الثمره وتكمله دوره حياتها، هتمشي في مسار اخر، وهي انها تبدا ان هي تقاوم المشكله اللي بدات تواجهها. فبالتالي احنا مش عاوزين نديها اي نوع من انواع الاجهادات. وزي مثلا ما هذكر مع حضراتكم اجهاد اسمه اجهاد نقص العناصر الغذائيه، اللي هو النيوترينتس ستريس. النيوترينتس ستريس ده بيجي نتيجه ان انا بعمل عندي بيحدث نقص في العناصر الغذائيه حوالين الشجره، فبالتالي الشجره في الحاله دي بيبقى عليها لود، هي عايزه عناصر ومش لاقياها، عايزه غذاء بشكل معين او بطريقه معينه ومش لاقياها، سواء في مخزونها سواء في التربه. فبالتالي انت النهارده عرضت الشجره لاجهاد تاني. في نوع اجهاد اخر اسمه اجهاد البيوتيك ستريس، ده بيبقى ناتج عن الاصابات الفطريه والبكتيريه، سواء بقى في التربه سواء على الشجره نفسها. فبالتالي برضو ده لود اخر المفروض ان احنا ما نعرضش الشجره ليه. في اجهادات تانية زي السولت ستريس وزي الاسموتيك ستريس، اللي هو الاجهادات بتاعه الملوحه والاسموزيه. في اجهادات كتير وغير كده كمان يا جماعه، فاحنا مش عاوزين نكتر اي انواع من انواع الاجهادات دي فوق الاجهاد اللي الشجره اصلا هي الله يكون في عونها حاليا. يعني هي الشجره فعلا مرحله تلو الاخرى تلو الاخرى، فبالتالي هي مش بتريح. فبالتالي لازم ان احنا نكون عندنا يقين بان احنا الشجره لازم نكون مكيفين ليها كل لوازمها في التوقيت ده. طيب ايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نراعيها على اساس ما نزودش الحمل ده على الشجره او نزود اي اجهادات على الشجره؟ اول حاجه وهو ان انا اراعي برنامج الري والتسميد بتاعي في التوقيت ده اللي هو توقيت التفتح بتاع الشمراخ. ايه هو اللي انا لازم يكون عندي في الري؟ لو هناخد الري كمرحله اولى، احنا عندنا في برنامج الري لازم يكون عندي انتظاميه في الري، والانتظاميه دي اهم من الري نفسه. الانتظاميه الغرض منها ان انا ما اغرقش، وانتوا عارفين طبعا يعني ايه الشجره لو غرقت هيحصل لها ايه، ولا اعطش، لان برضو لو عطش انتوا عارفين هيحصل للشجره ايه. فالانتظاميه مهمه. الحاجه الثانيه ان انا بالنسبه للتسميد بقى، ان انا ما احرمش الشجره من التسميد، وخصوصا ان احنا السنه دي او في الموسم ده بتاع 2023 احنا ملاحظين فيه فارق كبير جدا. والفارق هنا مش زي بقى المعتاد بين درجات حراره الليل والنهار، لا الفارق هنا ما بين الاجيال وبعضها. احنا عندنا اجيال ما زالت لسه في مرحله النمو زي كده، دي اجيال لسه العمر بتاعها اصغر شويه في مرحله النمو لسه،
وفي اجيال بالمناسبه لسه بتطلع زي اصناف الزبديه، زي صنف النعومي، زي صنف الياسمينة روز، فيها لسه تزهير بيطلع. يبقى احنا عندنا فارق كبير في عمليه الاجهاء، في عمليه تكوين او عمليه الاجيال اللي موجوده على الشجره. فمن هنا لازم ان انا اكون حكيم كويس قوي، وعندي حته الكنترول في عمليه التسميد، ان انا ما احرمش الشجره. لان لو انا وقفت التسميد عشان خاطر عندي شمراخ بالشكل ده، فانا في التوقيت دوت حرمت شمراخ تاني، والشجره طبعا زي ما حضراتكم داخله في مراحل ورا الاخرى، مرحله تلو الاخرى. طيب ده بالنسبه للتسميد. بالنسبه بقى للاجهادات اللي ممكن تقع عندي بالنسبه للامراض، يبقى لازم ان انا اكون عندي كنترول في عمليه الاصابات اللي ممكن تقع على الشجره في التوقيت ده. بالنسبه للاصابات الفطريه طبعا زي ما حضراتكم عارفين، احنا لازم بنكافح في التوقيت ده 3 حاجات: يا اما البياض الدقيقي، يا اما عفن الثميرات او العفن الزهري، يا اما لفحه الازهار. والثلاث انواع من الاصابات دول ممكن ترش منهم مبيد واحد بس يجيب ال3 حاجات دي. بيبقى فيه مادتين او ماده فعاله، او ممكن بتخلط بعض المركبات اللي هي ما بتضرش الازهار اللي هي متفتحه بالنسبه للرش الفطري. كذلك الامر يا جماعه بالنسبه للاصابات الحشريه. احنا اكتشفنا السنه دي ان احنا يعني انا شفت حاجات في مناطق على الصحراوي ومناطق على في ابو غالب، في دوده قياسه موجوده على الشمراخ بتاكل في الحب وبتاكل في الزهره، في تريبس منتشر بصوره فظيعه جدا في المنطقه دي. كذلك الامر في منطقه هناك في الاسماعيليه برضو فيها الحشرات القشريه منتشره. يبقى اذا انا لما بفحص ارضي كويس قوي والاقي مشكله في الاصابات الحشريه، لازم ان انا اتدخل بالمبيدات الحشريه اللازمه اللي هي ما بتاثرش برضو عندي على عمليه التلقيح والاخصاب، واللي هي في نفس الوقت ما تاثرش على الزهره. كذلك الامر بعض العمليات الفنيه برضو اللي هي مهمه في التوقيت ده، على اساس ان انا ما اضرش ولا احط لود كبير على الشجره يؤدي الى ان هي تستغنى عن التزهير او العائد الحديث بتاعها. وهي اول حاجه التكتلات والاقرصات اللي حضراتكم بتشوفوها على الشجر دي دورات لازم تكون مستمره. اول باول كده لازم اشيل التكتل، او اشيل ان كان عندي تزهير مدقر بقى او تزهير مشوه زي ما بيسمى في كل منطقه وليها مسمياتها. كذلك الامر لازم اقوم اللي ما يخلصش عمليه التربيط بتاعته يا ريت ينتهي منها في التوقيت ده باسرع ما يمكن، عشان خاطر ما يؤثرش على تساقط العقد، وخصوصا في المزارع اللي هي فيها تكعيب او المزارع اللي هي ما فيهاش تكعيب بالنسبه للاصناف اللي هي الاجنبي. كذلك الامر برضو في التوقيت ده يا جماعه ممنوع منعا باتا رش مبيدات الحشائش تحت الاشجار، لان ده هيدي لود بطريقه قاسيه جدا على الشجره، وبالتالي هيؤثر عليه على الامتصاص بتاع الشعيرات الجذريه، فهيؤدي الى تساقط العقد الحديث او الازهار. وبالتالي انت بتحط لود عالي جدا 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 على الاشجار، فبالتالي ابتعد يا ريت عن رش الحشائش. وكذلك الامر يا جماعه في هذه المرحله من مراحل النمو بتاعه الشجره، وهي مرحله التفتح الكامل للشمراخ، دايما بننبه على معظم المزارعين ان هم يوزعوا عمليات العوامل المساعده للتلقيح اللي هي بنسميها عوامل الملقحات، زي سبله الفراخ او العسل الاسود او مصارين الفراخ، اللي هي بتزود عمليه انتشار للذبابة المنزلية اللي هي بتساعد بدرجة كبيرة على عملية التلقيح والإخصاب. كذلك الأمر لو في مناحل، وأنا برضو بنصح بأن يبقى في شجر ضعيف من الموالح زي شجر اليوسفي أو الرنج أو البرتقال. الشجر ده برضو جاذب للنحل، فدي حاجات كلها بتساعد على عملية التلقيح والإخصاب في هذه المرحلة الخطرة من مراحل النمو. اهم بقى الملحوظات اللي انا عايز اقولها في التوقيت دوت، ان انا يفضل ان محدش يرش اي مغذيات بكافه انواعها، لا عناصر كبرى ولا عناصر صغرى ولا كالسيوم بورون على الشمراخ وهو متفتح وواصل للمرحله دي. طيب ليه؟ لان احنا عندنا هنا يا جماعه الزهره بتاعت المانجا دي زهره فيها حاجه بتسمى بروز مياسم، بتبص تلاقي الميسم خارج بره نطاق البتلات. فاي طبعا اي رش دي عناصر كيماويه، بالتالي بتبقى ليها درجه قلويه معينه او درجه ملوحه معينه، ممكن بتيجي على الميسم، ممكن بتاثر عليه، وبالتالي بيحصل عدم فشل في عمليه التلقيح والاخصاب. فهنا سهل ان الزهره تموت
وده احنا كلنا عارفينه وكلنا مقتنعين بيه كمسؤولين على مزارع المانجا. فبالتالي يفضل عدم رش اي مركبات غذائيه. ولكن اذا يعني كان عندك لازم انك تعوض شجره بعنصر ما او باي طريقه، فيفضل ان انت تستخدمه حقن في الجذر او في السماده، ويفضل ان انت ما ترشوش. ولكن كان من المفروض زي ما اتكلمنا في الجزء الثاني ان انت بتدي كل متطلبات الشجره في المرحله الاولانيه اللي هي مرحله نمو الشمراخ. قبل ما الشمراخ يوصل لمرحله التفتح تكون الشجره مخزنه كل لوازمها. ولكن انا كل اللي انا عايز اوصله في المرحله دي ان انا ما اقللش في التسميد او امنع التسميد زي بعض الناس ما او بعض الاشخاص ما بيذكروا ان انا اوقف تسميد. لا، التسميد في التوقيت ده وخصوصا في هذا الموسم من المواسم اللي فعلا صعبه في شغلها، ان انت عندك 3 اجيال المسافه ما بينهم كبيره جدا. فانت بالتالي صعب انك توقف التسميد، ولكن ممكن تقننه بطريقتك على حسب حجم الشجر وعلى حسب عمر الاشجار عندك وحسب طريقه الري والنقاط. فانت النهارده دي نقطه كنت عايز انوه عليها. لكن ممكن تعمل التصويم ده امتى او تمنع التغذيه امتى؟ لو انا عندي من 90 ل 95% الشماريخ كلها متفتحه. في الحاله دي ممكن ان انا بعمل عمليه ايقاف للتسميد. ولكن لو وقفته ببقى انا عارف ان انا هوقف، يعني ببقى عامل حسابي قبل مرحله التفتح دي ما تحصل. ببقى شايف انتظاميه التخريج عندي، وببقى مدي ومعوض الشجر التسميد والشغل او العناصر اللي انا هاجي في وقت التفتح الكامل هوقف. يبقى انا عارف انا بوقف ليه ووقف ازاي، عشان انا ببقى معوض شجرتي قبلها. دي كل العوامل اللي هي اللي المفروض ان احنا بنقوم بيها دلوقتي. واعذروني انا ما بذكرش مركبات، ما بذكرش اي اسماء منعا لاي تساؤلات وان حد يقول لك بيوجه لحاجه معينه. الكلام ده كله احنا براه. احنا بنتكلم بشكل عام، وكل مزرعه ليها ال الاسلوب او الطريقه او الكيفيه اللي هي تقدر ان هي تمارس بيها الدور بتاعها في سواء مكافحه او تسميد. وده كله عشان خاطر احنا مش عاوزين نزود اي لود او اي ستريس موجود على الشجر في مرحله هي اصلا عليها ستريس وستريس شديد جدا، ده نتيجه ان في مرحله داخله تلو الاخرى تلو الاخرى. كان معكم المهندس حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.